السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي المنشدين والمنشدات، القارئين والقارئات، لكل من هو مهتم في مجال التلاوة أو الإنشاد الديني، هذا الفيديو لك إن شاء الله. أي شخص فيكم حابب يقرأ قرآن ويسجل حتى لو مصحف كامل بصوته، أو منشد حابب يسجل أناشيد خاصة فيه، طبعا كل هذا الكلام بدون أي مقابل مادي، بس في شروط وهي كالتالي. نبدأ. للقراء، كل اللي عليك يكون عندك مكان هادي تقدر تسجل فيه، وميكروفون، ما بدي أقولك احترافي، بس على الأقل إنه يجيب جودة صوت كويسة. وحتى لو تليفونك بعطي جودة صوت كويسة أنا ما عندي أي مشكلة. وبتبعت لي التسجيل، بس قبل ما تبعت لي التسجيل بدك تكون باعت لي اسمك وسنك ومهنتك. مش قصدي مهنتك مثلا، انت مثلا، انا بقول لك مهنتك قارئ ولا منشد ولا مبتهل ولا مؤذن. ونيجي لشروط تسجيل الإنشاد الديني. واحد، أخي المنشد وأختي المنشدة، لازم يتوفر عندك على الأقل تليفون كويس. بس مش راح أقدر أسجل لك الشغلات الاحترافية بالشكل التمام، عشان الإنشاد الديني لازمه مسارات متعددة وشغلات لازم تتسجل على ميزان وعلى سرعات محددة. فأنا ما عندي مشكلة أشتغل لك على إشي بسيط، وإن شاء الله معه تكبر وتقدر تجيب أشياء كثير، وتقدر تعمل استوديو إلك خاص تسجل فيه على الأقل. ونفس طريقة التواصل راح أسيبك إياها في الديسكريبشن للقراء وللمنشدين. وراح استنى الأصوات الجميلة اللي أنا مستنيها بصراحة تواصل معاي على الوسائل اللي راح أسيبك إياها تحت في الديسكريبشن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي المنشدين والمنشدات، القارئين والقارئات، لكل من هو مهتم في مجال التلاوة أو الإنشاد الديني، هذا الفيديو لك إن شاء الله. أي شخص فيكم حابب يقرأ قرآن ويسجل حتى لو مصحف كامل بصوته، أو منشد حابب يسجل أناشيد خاصة فيه، طبعا كل هذا الكلام بدون أي مقابل مادي، بس في شروط وهي كالتالي. نبدأ. للقراء، كل اللي عليك يكون عندك مكان هادي تقدر تسجل فيه، وميكروفون، ما بدي أقولك احترافي، بس على الأقل إنه يجيب جودة صوت كويسة. وحتى